لازم يكون في حدود لكل حاجة. الأهل، الصحاب، الجيران، لازم نحط حدود لكل حد. ما ينفعش نقول أصل دي صاحبة عمري، وما ينفعش برضو نقول أصل ده صاحب عمري وزي أخويا. الغدر بيجي من القريب قبل الغريب. تعالوا نسمع قصة النهاردة ونقول بسم الله. مالك يا بنتي؟ أنا شايفاكي بقالك أكتر من 4 ساعات وانتي قاعدة كده والدموع في عينيكي. مش عارفة أعمل إيه ولا عارفة أروح فين. ليه كده؟ فين أهلك ولا فين جوزك؟ أنا أنا أصلي اهدي بس يا بنتي، اهدي واحكيلك. مالك؟ ممكن أقدر أساعدك. أنا حياتي ضاعت ومش عارفة أعمل إيه. حاسة إني عايشة في دوامة ومش عارفة أخرج منها. ليه كده؟ انتي لسه في عز شبابك. قوليلي بس الأول، انتي اسمك ايه وايه حكايتك؟ أنا رنا، عندي 27 سنة. حكايتي بدأت من وأنا بنت صغيرة، يا دوبك عندي 7 سنين. أهلي كانوا على قد حالهم. كان عندي 6 اخوات. كان عادة الناس اللي زينا البنت اللي تكبر تتجوز عشان تخفف الحمل على أهلها، والولد ينزل يشتغل. كنت زي اخواتي. الفرق الوحيد اللي بينا كنت جميلة قوي، وكنت شايفة نفسي كنت شايفة نفسي سندريلا اللي في يوم من الأيام هتتجوز الأمير اللي هيخطفها على حصانه الأبيض وهتعيش معاه في القصر. لكن للأسف أول ما كبرت شوية اتفرض عليا الجواز من واحد معرفوش. الميزة الوحيدة إني كنت هعيش في بيت تاني آخد فيه راحتي، وأكيد ظروف البيت ده وظروف اللي هتجوزه هتكون أحسن من ظروف أبويا اللي تعبتني قوي. واتجوزت من أحمد، كان ميكانيكي وعنده ورشة تصليح عربيات. من أول ما اتجوزته وأنا مش مبسوطة خالص. مش ده الأمير اللي كان نفسي أتجوزه. أصله كان شكله وحش قوي وقرعة وأسمر قوي، وكان أكبر مني ب10 سنين. أحمد كان بيحبني جدا وكان غيور جدا، وعلى طول حابسني في البيت، مش بخرج غير معاه، وكل حاجة لازم تكون معاه. المشكلة لو كنت بحبه كان عادي، لكن أنا ما كنتش بحبه، ما كنتش قبلاه. كنت عايشة في سجن وهو السجان، وخلفت ولد وبنت، وده خلاني أكره عيشتي أكتر عشان الولاد ربطوني بيه أكتر وأكتر. وبقيت شايفة إن حياتي انتهت. وفي يوم قلب كل حياتي أما جه أحمد وكان معاه واحد صاحبه وقال لي: رنا، أنا معايا محسن صاحبي، حضر لنا الغدا بسرعة. غريبة، اشمعنى يعني؟ وما قلتليش ليه عشان أعمل حسابي؟ بعدين بقى يا رنا، يلا يلا حضري الغدا على طول. وفعلا حضرت الغدا وخرجته لهم، واتفاجئت اما لقيت محسن صاحب احمد ده طول بعرض ووسيم جدا، شبه ممثلين السينما كده. وبعد ما مشي قلت لاحمد: غريبة، اول مرة تسمح لحد ان يدخل البيت وتعزمه على الغدا. أصل محسن ده مش أي حد، ده صاحب عمري زي أخويا بالظبط. كان مسافر بقاله أكتر من 10 سنين ولسه راجع. عشان كده يعني عزمته عندنا على الغدا؟ مش بس كده، عشان ده بقولك صاحبي صاحب عمري زي أخويا بالظبط، أنا وهو واحد. وفضل محسن يجي عندنا كل يوم أو يوم ويوم، ومرة عن مرة بقيت أخرج وأتغدى معاهم وأقعد وأتكلم. وساعات محسن يعزمنا أنا وأحمد والولاد برا، شوية نخرج وأيام نسافر، وبقى على طول عندنا في البيت. وفي مرة كنا خارجين وقاعدين كلنا، وأحمد جاله تليفون، لقيت محسن بيقولي: تصدقي أحمد مسجلك باسم المدام؟ أنا لو متجوز واحدة في جمالك هسجلها حبيبتي وملك الجمال الكون. ساعتها سكت، بس كنت من جوايا فرحانة قوي. أصل بصراحة حبيته وفرحت قوي أما اتأكدت إن هو كمان معجب بيا، وابتديت
اتشدله اكتر، وحسيت كده اني بحبه من اول نظرة. ما سمعتيش عن الحب ده؟ لا يا حبيبتي، ما سمعتش عن الحب ده. كملي كملي. وبدأنا نتكلم كل يوم، واعترف لي بحبه من أول نظرة، وأنا كمان اعترفت له إني بحبه، وحكيت له عن حياتي، وإن كل اللي رابطني بأحمد هما الولاد وبس. وفضلنا كده لحد ما في يوم جه وقال لي: رنا، انا خلاص مش قادر ابعد عنك. وأنا كمان يا محسن مش قادرة أبعد عنك، بس أعمل إيه؟ أنت عارف ظروفي. اطلبي الطلاق وبعديها هتجوزك على طول. طب وولادي أعمل فيهم إيه؟ فكري في نفسك شوية، وبعدين ولادك في عينيا. فرحت قوي بكلامه، وبدأت بقى أعمل مشاكل مع أحمد أكتر من الأول، وطلبت الطلاق مرة واتنين وتلاتة، لكن كل مرة أحمد يرفض. وفضلنا فترة على الوضع ده، لكن في مرة كنت خلاص جبت آخري، وخفت لحسن محسن يبعد عني ويضيع من إيدي، وقلت لأحمد: أنا خلاص مش قادرة، بقولك طلقني، مش عايزة أعيش معاك تاني. وانا كل مرة اقولك لا عشان خاطر الولاد. كفاية بقى، كل حاجة عشان الولاد عشان الولاد. أنا زهقت، أنا مش عايزاك، افهم بقى، لو راجل طلقني. بقى كده روحي وانت طالق. ساعتها فرحت قوي، ولميت هدومي بسرعة ورحت لمحسن وقلت له على كل اللي حصل. وساعتها قال لي: ايه؟ اتطلقتي؟ انا ما كنتش متوقع ان احمد يوافق، ده كان بيحبك قوي. مش ده المهم، المهم إني اتطلقت أخيرا عشان نتجوز. نتجوز؟ طبعا. بصي يا هاجر. انا هشوف شقة، عشان طبعا ما ينفعش نتجوز هنا عشان احمد. طيب ما هو كده كده هيعرف إننا اتجوزنا. طبعا. بس مش دلوقتي، بعد ما نتجوز انا هاخدك ونسافر بره ونعيش بقى بعيد عن وجع الدماغ ده. بجد 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 يا محسن، أنا بحبك قوي. واتجوزنا، بس عرفي، يعني على يد محامي. ايه؟ اتجوزتي؟ ازاي اتجوزتي؟ ده انت لسه على ذمة جوزك الاولاني، ده طلقك في وقت غضب ومفيش ورقة طلاق. ده كده حرام، انت عايشة في الحرام يا بنتي. ازاي؟ انا متجوزة محسن، والمحامي قالوا لي انه حلال وكل حقوقي مضمونة. حقوق ايه ومضمونة ايه يا بنتي؟ ده حرام. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ بعد اسبوعين ولادي وحشوني، ورحت عشان اشوفهم، وانا عارفة في الوقت ده ان احمد بيكون في الورشة، بس للأسف لقيته هناك. واول ما شافني فضل يضرب فيا وقال لي: كنت فين؟ انت كنت فين؟ قولي بسرعة، ردي عليا، كنت فين الاسبوعين دول؟ وانت مالك؟ مش انت طلقتني؟ طلقتك ايه وزفت ايه؟ انت لسه على ذمتي. اسمعي، انت مالكيش خروج من البيت ده، سامعة؟ وفضل حابسني لحد ما قدرت اهرب، وحاولت كل ده اكلم محسن، بس ما كانش بيرد عليا، ومعرفش عنه حاجة. وعمرك ما هتعرفي يا حبيبتي، اصل ده واحد واطي وناقص وبيحب يخرب البيوت العمرانة، هو شغلانته كده. والرك بقى على الست اللي بتديله الفرصة انه يعمل كده. الست اللي متربية بنت الاصول هي اللي تصون جوزها وتحافظ على بيتها، واما تلاقي راجل مش مظبوط بيتعدى حدوده توقفه عند حده، مش تمشي وراه وتنسى بيتها وعيالها، وقبل كل ده تنسى كلام ربنا. انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي بعد ما هربت من احمد تاني. اعمل ايه واروح فين؟ انت مش قدامك غير حل واحد. اولا تستغفري وتتوبي لربنا
انت عملتي جريمة من الكبائر يا بنتي، وربنا سترك لحد دلوقتي، وتقطعي ورقة الجواز دي، ولازم تعرفي دينك كويس. انت مش عارفة يعني ايه جواز ويعني ايه شهور عدة، انت مغيبة عن كل حاجة. لازم تفهمي دينك كويس يا بنتي. ارجعي بيتك وبوسي على رجل جوزك الراجل المحترم، واطلبي انه يسامحك، وتعيشي خدامة تحت رجليه ورجلين ولادك اللي ذنبهم الوحيد انك امهم. يعني احكي لاحمد واعترف له بكل حاجة عملتها؟ ده كان يموتني. اطلبي السماح من ربنا، وفكري وحاولي تغيري كل اللي فات، وتوبي عليه وكفري عنه، وما تحكيش حاجة، والعفو والمغفرة من عند ربنا. يا ترى رأيكم ايه في اللي حصل؟ يا ريت اعرف رأيكم في التعليقات. ولازم نعرف ان البيت ليه حرمة. صاحبك بره على القهوة لحد باب بيتك مفيش حاجة اسمها اصله صاحبي وزي اخويا. وبكده خلصت قصتنا، بس ما خلصتش حكاياتنا. استنوني في قصة جديدة. بحبكم قوي.